مشاهدينا الكرام في كل مكان، وما زلنا نستكمل اللقاءات من داخل نادي جماهير الاهلي. معانا لقاء مع يعني الحقيقه احد البراعم المميزين جدا اللي عنده تفاؤل، والحقيقه يعني بتشوفه في الملعب بيلعب بشكل جميل جدا. اتعرف بيك؟ احمد زين. احمد مواليد كام؟ 2005. ما شاء الله. احمد قول لي، سعيد بانضمامك لنادي جماهير الاهلي؟ ايوه. مركزك ايه يا احمد؟ هاف شمال. هاف شمال. بتتدرب بشكل كويس يا احمد عشان تلعب، يعني يبقى بتلعب في مركزك كويس ويبقى العين عليك بشكل كويس وتقدر تمثل النادي بشكل كويس؟ التدريب حلو والنادي حلو. بتعملوا احتكاك، بتلعبوا مع فرق تانية؟ كنا بنلعب مع فرقه المره اللي فاتت انترناشونال، ولعبنا مع الزمالك. حلو. انترناشونال دي يعني عالميه، ها؟ دوليه. طب تمام، بتتمنى ايه بقى، نفسك تبقى ايه لما تكبر ان شاء الله؟ ان شاء الله بقى لعيب كبير، ها؟ اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. شكرا. يعني لسه مكملين معاكم الحقيقه اللقاءات. بشكرك جدا، وبينضم لينا برضو احد اللعيبه المميزه جدا. اتعرف بيك؟ ادهم مصطفى. ادهم مواليد كام يا عم؟ 2004. 2004. ادهم قول لي، يعني ما شاء الله شايفكم النهارده بتحضروا المعسكر التدريبي، قد ايه بيفرق معاكم التدريبات بشكل كويس؟ بنلعب لعب جيد، وكل تمرين بنزداد عن حاجه. كل مره بتكتسب حاجات جديده. قد ايه كره القدم بتحتاج الاحتكاك والممارسه والتدريبات؟ لازم يكون مدرب فيه، لو يكون مدرب حلو يبقى اللعيبه حلوه. انت عارف ان يعني اللعيبه الكبار بيفضلوا يتدربوا على طول، ما يقولش انا لعيب كبير، لا بيفضل يتدرب ويشتغل على نفسه كويس عشان يزيد. يعني ما شاء الله عندك وعي، واتمنى اشوفك يا رب لعيب كبير كده ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك. لسه مكملين معاكم اللقاءات الحقيقه. بينضم لينا برضو احد اللاعبين. اتعرف بيك؟ معاذ مصطفى. معاذ مواليد كام؟ 2004. 2004. معاذ قول لي، النهارده انت بتحضر معسكر التدريبي، حريص ان انت تكون موجود دايما بتتدرب بشكل مستمر مع نادي جماهير الاهلي؟ ايوه طبعا، عشان ما واحد ما يفيش حاجه يقول له انا خلاص كده خلصت تمرين. لازم كل واحد يشتغل على نفسه ويزيد تمرين في يوم في يوم عشان يبقى لعيب كبير ويوصل لهدفه. ما شاء الله. يعني عندك وعي. لعيب كره القدم على فكره لازم يبقى عنده وعي، يتدرب بشكل كويس، يبقى في نظام تدريبي، ينام كويس، ياكل كويس. انت بتعمل كل ده؟ ايوه اكيد. اتمنى لك يا رب التوفيق واشوفك لعيب كبير ان شاء الله. ان شاء الله. يعني بشكر جدا. بحب جدا اللعيب لما يكون عنده وعي، بيبقى شيء جميل جدا.